حاجتين لو بطلت تختارهم كل يوم زي الأكسجين، والله العظيم حياتك هتتغير وهتبقى أحسن بكتير كل يوم عن اللي قبله. ودي عن تجربة شخصية، يعني أنا بحكي حاجتين أنا غيرتهم، وحاجة أنا لسه بادئة بغيرها دلوقتي وشايفة نتيجة كبيرة جدا، فأنا محتاجة أقولها لكم. أول حاجة العلاقات. انت دايما بتختار العلاقات الغلط، واول علاقة غلط بتختارها دي مع نفسك. مفيش حد بيشتم نفسه في المراية، او مفيش حد بيفضل يقلل من نفسه كده ويستنى ان هي تنجح. بطل تعمل كده في نفسك، حرام عليك. حرام عليك، نفسك ما تستاهلش منك كده. نفسك انت اللي بتخذلها، انت لازم تشوف نفسك دي هي اللي هتوصلك. نفسك دي هي اللي هتوصلك، فلازم تهتم بيها. عامله زي الواسطه بالظبط، مش انت لو عايز واسطه بتدفع لها فلوس تفضل تتحايل عليها عشان تيجي تخلص لك المصلحه دي؟ نفسك هتخلص لك كل المصايب اللي في حياتك، فبعد اذنك اعملها كويس. مفيش حد بيعامل نفسه وحش وبيبقى مستني منها ان هي تديله حاجه حلوه. ما تستناش انك تبقى بتعامل نفسك وحش وتستنى ان حد يعاملك حلو. لو انت بتعامل نفسك وحش، او حتى اللي بتحبهم وحش، انت مش هتلاقي حلو في حياتك. فاول علاقه انت محتاجه تغيرها مع نفسك. اول علاقه انت محتاج تغيرها هي نفسك. علاقتك مع نفسك، الطريقه اللي بتتكلم بيها مع نفسك، الطريقه اللي بتتكلم بيها مع الناس اللي بتحبهم. انت محتاج تغير حاجات كتير جدا مع نفسك. بمناسبة العلاقات، نصيحة مني لكل حد مرتبط: اهرب. اهرب من العلاقة دي، عشان أنا متأكدة لو مش 80% من اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي العلاقة اللي هما فيهم بتقلل بينهم، بتاخد بينهم وقتهم 90%، يعني دي حاجة كافلة. لو العلاقة اللي انت فيها بتاخد منك أكتر من 40% من يومك كل يوم، انت محتاج تهرب. انا مش مهتمة بتاخد منك وقت عامل ازاي، او الوقت ده بيبقى مستهلك في ايه، عشان هو كده كده مستهلك في حاجة غلط. غير لو انتوا شركاء في حاجة او كده، العلاقات اللي بترفع بعضها دي زي الفل. انا بقول لك ابعد عن العلاقات الغلط. احلى حاجة ان محدش يبقى مستني منك حاجة. انت ليه بقى بتحط نفسك كل يوم في الضغط ده؟ وانا متاكده ان في ناس كتير قوي بتتفرج عليا مش مبسوطه اصلا في العلاقه، فانتوا ليه بتعملوا كده في نفسكم؟ انتوا بتدمروا نفسكم بالبطيء. واول ما تخرجوا من العلاقه دي تبداوا تنجحوا. انجحوا بدري، اطلعوا دلوقتي. مهما قلت لنفسك الشخص اللي قدامك ده مش مؤثر عليك، او العلاقه اللي انت فيها دي مش مؤثره عليك وانت زي الفل، وهو سلبي او هو بيزعق، انا عمري ما هبقى كده. والله العظيم هتبقوا كده. ايا انتوا هتفضلوا تقولوا لا لا لا، انا هعرف اتصرف، I can fix him، انا هقدر امانج الدنيا. اصل بصوا احنا لبعض، انت مش تعرفي وانت مش هتعرف. لو الشخص اللي قدامك ده في عيب من اللي انا هقول عليهم دول، انت محتاج تهرب. اللي هقوله ده ينطبق على كل العلاقات، مش حد انت بتحبه، مش حد قريب منك، يعني صداقات، ايا كان اي علاقة حتى لو انت. اهرب. اوكي؟ لو في حد حواليك من اللي انت تعرفهم بيزعق، عصبي، بيشتم، بيمد ايده، آم، سلبي، موتر، محبط، الشخص ده شخص بيلقح، الشخص ده لو شخص كذاب، اهرب. بالذات لو الشخص ده عصبي، بيزعق، بيمد ايده، وسلبي، انت لازم تهرب. انت لو طلعت الشخص ده من حياتك، حياتك هتبقى احسن بكتير. اول ما تركز على نفسك كل حاجه هتتغير. فاول حاجه انت لازم تقطع العلاقات الغلط من حياتك. ودي انا بجد والله العظيم بتكلم جد يا جدعان جدا فيها. انا لو شفت حد دلوقتي، آه يعني بعد اذنكم اكتبوا لي كده في الكومنتس، اشوف المصايب اللي حواليكم عامله ازاي، يعني الشخص الكارثه اللي انتوا سايبينه لسه في حياتكم، اللي انا مش عارفه انتوا ليه لسه سايبينه في حياتكم، عامل ازاي، عشان ادخل ازعق لكم شويه. يعني بعد اذنكم انا بزعق، اعتبروني بزعق لكم. لازم تهربوا، لازم تهربوا. والله العظيم بتضيعوا سنين، بتضيعوا سنين بكونكوا حوالين شخص ما بيعملش حاجة غير ان هو بيوقعكوا. عايزاكوا تشوفوا نفسكوا دلوقتي. طب انت لو الشخص ده من حواليك دلوقتي، هو انت عملت حاجة نفسك تعملها؟ اول ما تلاقي نفسك عملت الحاجة دي فعلا هتلاقي نفسك بتبعد عنه، وهتلاقي الشخص ده بيتضايق ان انت بتبعد، وان انت بدأت تتغير وبدأت تاخد بالك من نفسك بس ومش بتديله هو الاهتمام. يولع بعد. يا جدعان انا بصوا عدّيت بالحاجات دي كتير، فأنا مش قادرة، يعني اللي هو كان نِفْسي الغضب اللي جوايا دلوقتي أطلّعه ساعتها. أنا مش عارفة ليه ما طلّعتوش ساعتها. مش عارفة إزاي أنتم مستحملين حد يبقى متضايق إن هو شايفكم ناجحين ومش مدّينه الوقت ده. متضايق إن أنتم حاطين وقت في نَفْسكم ومش مدّينه الوقت ده. أنا فاكرة والله العظيم كنت في علاقة، يعني أنا قطعتها، متضايق،
الشخص دوًا أو الشخصية ديًّا كانت متضايقة إن أنا مش مديّة علاقتنا حقها أيام امتحانات تالتة ثانوي. أنا هاقول كلمة وحشة، فأنا متأكدة إن في 90% من اللي بيتفرّجوا عليّا دلوقتي في نفس الموضوع. أول ما تحسّوا إن أنتم بدأتوا تهتمّوا بنفسكم ومش مدّيين الوقت الكافي أو الوقت اللي كنتم متعودين تدّوه في العلاقة التانية، أنتم كده ولاد 60 كلب. اهربوا، 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 والله اهربوا يا جدعان، امسكوا كده ديلكم واجروا. العلاقات الغلط بطّلوا تختاروا الشخص الغلط كل يوم. لو تقدري تمسكي الشخص ده وأنتِ تمسحي رقمه، تبلّكيه من كل حتّة وتقطعي علاقتِك بيه، إن شاء الله تغيّري رقمِك، اعملي كده. اهربي، اهربي بجلدِك، والله العظيم اهربي، عشان أنتِ هتعيشي أحلى عيشة عِشتيها في حياتِك لو ركّزتِ على نَفْسِك. أحلى عيشة هتعيشوها في حياتكم أول ما تركّزوا على نَفْسكم، والناس اللي حواليكم دي ترموها وتحاولوا تغيّروها لناس أحسن. وأول ما تركّزوا على نَفْسكم، الناس اللي حواليكم لوحدها تتغيّر، هتلاقي ناس شبهك. أول ما تحاول توصل للشخص اللي أنت عايز توصل له، الناس اللي وصلت للشخص دوًّا أو الناس اللي بتحاول برضه توصل لنفس اللي هو الlevel هتبدأ تظهر حوالين حياتك، والله العظيم. ودي أنا مش باقول لك نظرية، أنا باقول لك اللي حصل معايا. شخص واحد بس عملت فيه كده، شخص واحد، كان شخص واحد بس طيّرته من حياتي، حياتي كلّها اتغيّرت. ليه؟ عشان هو كان بينزّلني. الشخص ده كان عصبي، أنا كنت بدأت أبقى عصبية على أهلي، ويبقى جوايا كده، بيبقى جوايا كمية طاقة باحس إن أنا عايزة أنفجر، عشان الشخص اللي كان في حياتي دوًّا كان بيحُط هَمُّه الأزلي عليّا وأنا كنت باسكت وآجي أطلّعه على أهلي. ما تعمليش في نَفْسِك كده، ما تعملش في نَفْسك كده بعد إذنكم. أول ما تلاقي شخص غلط بطّل تختاره على نَفْسك، ابدأ اختار نَفْسك. أول ما تبدأ تختار نَفْسك الناس اللي حواليك هتتغيّر، حتى لو الموضوع طوّل شوية على ما تلاقي ناس شبهك، عشان هو ممكن يطوّل، فسيبه، سيبه يطوّل. خلّي نَفْسك تعرف نَفْسك شوية، اعرف نَفْسك شوية، اعرف الشخص اللي أنت عايز توصل له شوية. دي أول عادة. الناس، العلاقات، علاقتك بنَفْسك، علاقتك بالناس، حاول تقطع أي حد ممكن ينزّلك تحت بعد إذنك، بعد إذنك الموضوع ده جَد. ما فيش وقت، اللي هيفضل يقول لك في وقت، في وقت، والله العظيم ما في وقت. وأنت برضه مش في سباق ذهني، لكن أنت في سباق بدني، أنت محتاج تجري، أنت محتاج تعمل action، لكن ما تفكّرش كتير، التفكير مش هيجيبك لحاجة. أنت لو عايز تعمل حاجة اجري بجسمك، أنت في سباق بجسمك، بجسدك اللي هيعمل action، لكن مش بعقلك خالص. عقلك دوًّا يعني ده المصنع أنت لو سِبته شغّال على ما فيش هيتحرق ويولّع. لكن لو الزباين بدأت تيجي، المصنع هيلاقي هدف يشتغل عشانه، صح؟ فأنت ما تشغّلش عقلك على الفاضي، اجري واسعى، روح للهدف، روح للزباين، عشان عقلك يبدأ يشتغل للزباين على قدّهم كمان، يعني ما تحطّش نَفْسك فوق طاقتها. أنت مش في سباق ذهني، أنت في سباق جسدي، أنت في سباق لازم تكسب فيه. فاقطع الناس اللي حواليك، خُد قرارات صح، فكّر كويس، فكّر كويس وما تفكّرش كتير. لازم تعرف الفرق. مهما كنت شخص ناجح وفي علاقة حواليك بايظة، العلاقة دي كفيلة تدمر كل حاجة انت عملتها، كل حاجة انت بنيتها. العلاقة دي كفيلة ان هي تدمرها كلها. عشان هتعمل ايه؟ هي مش هتعمل حاجة، هي هتغيرك انت، هتخليك انت اللي تدمر نفسك بنفسك. العلاقات اقطع الشخص اللي بيدمرك، اقطع الشخص اللي بيستفزك، اقطع الشخص اللي بيحط طاقة سلبية جواك، اقطع الشخص اللي مش بيشجعك. أي حد بيغير منك حقود عليك، مش بيشجعك، بيتكلم من وراك أو بيتكلم مع ناس معاك بالوحش، اقطعه. هو كده بان من أوله. تاني حاجة تبطل تختارها وهي العادات السيئة. حاجات بقى بسيطة زي إنك تاكل ضوافرك، زي إنك تعمل كده، افضل حاول تفرد ظهرك، زي إن ريحتك تبقى وحشة. ممكن الحاجات دي تكون بسيطة أو تقول لي إيه العبط اللي أنتِ بتقوليه ده، بس الحاجات دي والله العظيم يا جدعان مفعولها جبار. تخيل أنت على بُعد اختيار واحد من الحلم اللي أنت عايز توصل له، من الشخص اللي أنت عايز تبقى هو، اختيار واحد. الاختيار ده ممكن يكون في التوتر أو في أكل الضوافر. أكل الضوافر بيجيب توتر، فأنت لو بطلت تاكل ضوافرك هتبطل تتوتر وهتبقى شخص stable، هتوصل للشخص اللي أنت عايزه ده في ثانية، وهتلاقي حاجات بتتغير كتير.
هقول لك مثل كمان. انا بطلت اكل ضوافري بقالي 3 فيديوهات بالظبط. يعني شوفوا بقالي 3 فيديوهات يعني قد ايه، باين اسبوع. ضوافري بدأت تطول بسرعة جدا. انا ما بعملش حاجة في حياتي غير ان انا باكل ضوافري، ودي حاجة ممكن تقلل من ثقتك من نفسك بطريقة غير مباشرة. الشخص اللي بياكل ضوافره، انت بتاكل ضوافرك ليه؟ بتوتر ليه؟ والله العظيم حاجة واحدة بس انت فاكرها صغيرة وفاكرها ملهاش افكت، بس حاجة صغيرة مع حاجة صغيرة مع حاجة صغيرة هتوصلك للشخص الكبير اللي انت عايز توصله. عشان الشخص الكبير ده عبارة عن ايه؟ عن حاجات صغيرة بس سوا، حاجات صغيرة انتظم عليها وبدأ ماسك فيها كده عشان هو عايز يوصل، عشان هو مش عايز يخذل نفسه. حتى لو بالحاجة الصغيرة دي هو مش عايز يخذل نفسه. تخيل انا بقالي قد ايه باكل ضوافري، وجيت من اول كام فيديو اللي فات دول بدأتش اكل ضوافري. عارف ليه؟ انا سألت نفسي سؤال: هو الشخص اللي انا عايزه اوصل له بيعمل ايه؟ الشخص اللي انا عايزه اوصل له يوتيوبر كبير. قلت خلاص افتح الفيديو، مش مهم هجيب كام فيو، ونزلته فعلا جاب فيوز. اول ما وثقت في نفسي، اول ما توكلت على الله، اول ما حطيتش الموضوع في دماغي، حطيت بس ان هي تبقى حاجه صغيره عشان الشخص الكبير ده اوصل له. قلت اكيد الشخص الكبير اللي انا وصلت له عمل فيديوهات كتير قوي، فخلاص انا هبدأ دلوقتي وافضل فيديو على فيديو على فيديو على فيديو هيكملوا صفحه كبيره، هبقى شخص موثوق منه. حلو قوي. بدأت فيديو على التاني على التالت، حسيت كلامي كله عن الشخص اللي عايزة أوصل له، عن الثقة بالنفس، عن كذا عن كذا. حلو. طيب أنا محتاجة أغير إيه في نفسي عشان أبقى مع الناس اللي بتوصل وبتتفرج عليا دلوقتي؟ قلت أنا باكل ضوافري، أنا مش بفرد ظهري، أنا محتاجة أهتم بوشي مثلا قبل ما أظهر على الكاميرا. فلوحدي أول ما عملت حاجة واحدة بس، إن أنا انتظمت على الحاجة اللي أنا عايزة أوصلها، اللي هي تصوير على اليوتيوب. كل حاجة صغيرة حوالين الحاجة دي بدأت تتغير عشان أبقى الشخص بدأت أبقى واحدة واحدة الشخص حتى بتغييرات غير ملحوظة، بس التغييرات دي هي لو من غيرها ما كنتش هوصل. زي إن أنا بطلت آكل ضوافري. بص ضوافري هي كده طويلة قوي قوي قوي، يعني أنا عمري ما طولت ضوافري كده. قلت ايه تاني؟ ان انا استقيم، ده هيبقى مفروض. من الحاجات اللي بتلعب مع عقلك او تخليك واثق من نفسك بطريقه غير مباشره انك تفرد ظهرك، عشان ده بيخلي القفص الصدري كده مفتوح، فالكلام يطلع من غير توتر او من غير ما تحس ان انت مش عارف تتنفس قوي. حلو، انا هفرد ظهري، هبطل اكل ضوافري. حاجات صغيره بعملها بتوصلني للشخص اللي انا عايزه اوصله. قلت حلو، ايه كمان بقى اعمله؟ قلت اخلي بشرتي شكلها حلو او بيلمع، فبدات احط كريم قبل ما اظهر على اليوتيوب. طيب ايه كمان؟ احاول اتحكم في صوتي العالي، وعشان انا الشخص اللي انا عايزه اوصل له صوته هادي ورزين وبيعرف يتكلم وواثق من نفسه. الشخص اللي صوته عالي مش واثق من نفسه. قلت طيب تمام، ايه كمان يوصلني اليوتيوب اللي انا عايزه اوصل لها؟ اكيد هي بتقرا، عشان كده عارفه تتكلم، عشان كده هي عارفه المعلومات اللي هي بتجيبها دي بتجيبها منين. اكيد بتتفرج على فيديوهات تفيدها عشان تفيد بيها الناس. حاجات صغيرة بدأت، يعني غصب عني بدأت أغيرها عشان أوصل. أنا اهتميت إن أنا أوصل ولقيت فعلا إقبال، فحسيت إن أنا إيه محتاجة فعلا أغير ده كله عشان أوصل. فأنت لما تيجي تبص عليا كده، على الشخص اللي أنا بحاول أوصل له وعلى الشخص اللي أنا ببقى دلوقتي، هتلاقي الحاجات المشتركة كتيرة جدا، حتى لو هي صغيرة بس هي كتيرة. وعلى فكرة أنا عمري ما هوصل للشخص بالحاجات الكبيرة، أنا هوصل بالحاجات الصغيرة. هو مش أنت لما بصيت على بازل، كل ما البازل بتصغر كل ما الصورة بتبقى أكبر؟ بس لو البازل كبرت مش الصورة هتبقى أصغر؟ ولو البازل دي يعني الكبيرة وقعت جزء كبير من الصورة هيضيع. فالفكرة انك تغير حاجات صغيرة، انك ما تخسرش حاجة كبيرة، انك لما تحط effort في حاجة تكون الحاجة دي صغيرة، عشان لو هي وقعت من البازل فالصورة الكبيرة لسه زي ما هي ومش باين ان الحاجة الصغيرة دي وقعت. لكن انت لو ركزت ان انت تعمل انجازات كبيرة في وقت قليل، هتعمل اولا بازل شكلها صغيرة، ولو الحاجة دي انت بطلت تعملها الصورة كلها باظت. فانت ركز على الحاجات الصغيرة اللي تقدر تبدأ بيها دلوقتي. هو انا لو بدأت افرد ظهري، حلو، اولا انا هعرف اتكلم كويس ويبقى عندي ثقة في نفسي، فبدل ما ابقى اتكلم على اليوتيوب بس، مع الوقت ممكن اتكلم في لقاءات. هو انا لو ظهري عامل كده هعرف اقف في مكان اصلا؟ فهو سمول تشينج واحد بس، تغيير واحد بس، حرفيا انت على بعد بازلاية صغيرة مش كبيرة من الشخص والصورة الكبيرة اللي انت عايز توصلها دي. بازل صغيرة مع بازل يعني
بيس صغيرة مع بيس مع بيس مع بيس، قطعة مع قطعة مع قطعة صغيرة، هيبنوا صورة كبيرة جدا بالشخص اللي انت عايز توصل له. بطل تعمل العادات الصغيرة الغلط، ما تركزش على العادات الكبيرة دلوقتي، ركز على العادات الصغيرة، والعادات الصغيرة دي هتبطل العادات الكبيرة لوحدها. مثلا حاجة كمان انت بقى ممكن تعملها، لو انت مثلا بتفرد ظهرك عادي، ولو انت ما بتاكلش ضوافرك عادي، ممكن تعمل انفولو للناس اللي ما بتدكش اي لازمة. اعمل انفولو للناس اللي بتديك مناظر وحشة، مناظر بتاخد عليها سيئات، بتقول اي كلام عبيط، بتعمل كونتنت ملوش لازمة، كونتنت مش هادف. وابدأ اعمل فولو للناس اللي الكونتنت بتاعها هادف. انا مثلا بقالي فترة مركزة جدا ان انا اعمل انفولو مثلا للممثلين، المغنيين، اصل ايا كان انا بحبك اوكي، بس مش لازم اعمل لك فولو غير لو حد مهم جدا بالنسبة لي. حاول تغير اللي عينك بتشوفه تماما عشان توصل للشخص ده. لازم تتعود على الحاجات اللي هو بيتعود ان هو يشوفها. هو اكيد مش بيتعود ان هو يشوف حاجات وحشة او بتديله سيئات، هو اكيد متعود ان هو يشوف نجاحات، ناس ناجحة، ناس كرييتيف، ناس بتديله فعلا فايدة لو شاف لهم بوست او شاف لهم فيديو، ناس بتريح عينه، ناس بتديله دايما افكار. فحاول تشوف كده انت عامل فولو لمين من الممثلين، وافضل اعمل انفولو، افضل فلتر الفولورز اللي عندك، وابدأ اعمل فولو لناس كرييتيف، ناس بتعمل حاجات do it yourself، حاجات شغفك فيها، ناس بتعرف تعمل كودينج، ناس مهندسين، ناس أغنياء، عشان مثلا تتعود على المناظر بتاعت الناس الأغنياء لحد ما تبقى انت شخص غني. مثلا لو دون هدفك، مثلا تعمل فولو للناس المتدينة، تسمع بودكاست كتير، عشان زي ما قلت لك هي بازل انت بتجمعها، تفضل تجمع قطعة ورا قطعة ورا قطعة لحد ما توصل للشخص اللي انت عايزه. يعني انا دلوقتي حاطة برفيوم عشان انا عايزة بعد كده الريحة اللي انا عايزة اشمها بعد كده تبقى حلوة، حتى لو انا في بيتي، يعني انا عايزة اتعود على الريحة دي عشان اكيد الشخص اللي انا عايزة اوصله دون معظم الحاجات اللي بيشمها ريحتها حلوة، معظم الحاجات اللي بيشوفها شكلها حلو. يعني انا مهتمة بشكل اوضتي عشان اكيد انا شخصيتي اللي انا عايزة اوصلها دي معظم الحاجات اللي هي بتشوفها نظيفة، حتى لو هي في مكان صغير، حتى لو هي في مكان على قده، بس هي تقدر تخلي منه حاجة جميلة. هي دي الفكرة، انك تغير الحاجات الصغيرة عشان توصل للحاجات الكبيرة بالتعود. عقلك مع الوقت آم، عامل بالظبط زي الليفلات اللي في الجيم، انت بتبدأ بليفل صغير بتحسنه، وعقلك يعرف ازاي بيلعب، بعدين يبدأ يلعب على الكبير. زي الاستثمار بالظبط، انت بتستثمر في نفسك، بتستثمر في عقلك، بتستثمر في اللي عينك بتشوفه وفي اللي بتشمه وفي اللي بتسمعه. فانت لو عايز تستثمر بجد، غير العلاقات اللي حواليك، غير الناس اللي انت عامل لها فولو، اعمل فولو لناس جديدة، اعمل فولو فعلا لناس تستحق ان هي تعمل لها فولو وتسمع لها. حتى لو الشخص ده من نفسك، يعني خلي بقى نفسك، خلي من نفسك قدوة لأي حد، حتى لو طفل صغير في البيت، حاول تقعد جنبه وتديله نصايح. انت هتاخد حسنات وعقلك هيشفت. ايه كمان ممكن نغيره؟ انك تكنس كل يوم حاجة صغيرة جدا، عادات ذرية بس هتغير حياتك. انك تكنس كل يوم، اول حاجة الكنس عضلة في المخ، يعني الكنس يعتبر رياضة وبيشغل مخك، والله العظيم بيشغل مخك، بيقلل التوتر، وفي نفس الوقت هتشوف مكان نضيف، انك تكنس، انك تروق، انك تنظم، انك تعيد ترتيب حاجات، دي حاجات كلها بتشغل سيلز في دماغك. الترتيب حرفيا وإعادة تشكيل الحاجة، شغل دماغك بدل ما هو عامل زي الطاسة كده وانت قاعد بتسكرول، قاعد بتكونسيوم تكونسيوم تكونسيوم. ما تكريت، حتى لو الكريت اللي انت هتعمله ده، حتى لو الإبداع اللي انت هتعمله، كل الإبداع اللي انت هتعمله ان انت مثلا لو الإزازة دي كانت هنا هتحطها هنا. خلي عقلك يفكر، والله العظيم انت ممكن ما تبقاش حاسس بأي مجهود، بس دون حرفيا خلايا جديدة بتتخلق. الحركة دي انك تشغل عقلك في حاجة، دي حاجة تخلق خلايا جديدة في عقلك. فلو فعلا عايز تستثمر في حاجة، أول حاجة اقطع العلاقات اللي حواليك، تاني حاجة اقطع العادات الصغيرة السيئة، صغيرة جدا، ركز، انت هتلاقي فيك حاجات كتير قوي محتاجة تتغير، او حتى مامتك بتقولها لك مثلا يا ابني ريحة سنانك وحشة، ابدأ اغسل سنانك. الشخص اللي انت عايز توصل له اكيد ريحة سنانه مش وحشة. حاجات صغيرة جدا لو انت بطلت تعملها هتوصل للشخص اللي انت عايز توصل له، والحاجات الصح هتبدأ تظهر وهتكتر قوي اول بس ما تبطل الحاجات الصغيرة دي. الحاجات الحلوة البديلة لعقلك المفيدة هتبدأ تنتشر
حواليك، بس ابدأ بحاجة صغيرة جدًا. أنا بدأت بإن أنا أبطّل آكل ضوافري، وأظن إن أنا لو ضوافري طوِلت شوية وبقى شكلها حلو بدل ما كان شكلها وِحِش جدًا، هتدّيني ثقة في نفسي إن أنا شخص نضيف. نفس الفكرة، شوف إيه اللي يخلّي شكلك لنفسك في المراية نضيف، حاجة تخلّيك تحب نفسك أكتر كل يوم بنسبة 1% واعملها، والحاجات الحلوة هتبدأ تكتر حواليها. وبس كده، دي الحاجة اللي أنا بانصحك تعملها كل يوم، إنك لمّا تصحى تختار إن أنت تقطع العلاقات الغلط في حياتك، حتى لو العلاقات دي followers على الإنستجرام، ناس بتinfluence you بحاجات غلط وأنت عارف إن هي غلط. وتاني حاجة إنك مع الوقت تبدأ تغيّر حاجات صغيرة فيك، هتغيّر حياتك كلّها. اعمل الpuzzle الكبيرة اللي أنت عايز توصل لها ديًّا، اوصل لها بأي طريقة. ادعي واجري بأقصى سرعتك واعمل اللي عليك، اعمل كل الحاجات الصغيرة اللي عليك، وهتلاقي على فكرة حاجات كتير جدًا صغيرة تقدر تعملها، وأولهم إن أنت تسيب التليفون شوية، اقعد مع نفسك واكتب، اعرف نفسك، واتفرج على آخر فيديوهين عملتهم. باي باي.